في عالم توم فورد الفانيليا مش دايما بريئة، وأحيانا بتطلع جريئة مظلمة ومليانة شخصية. والنهاردة هنتكلم عن عطرين بيقدموا الفانيليا بطريقتين مختلفتين تماما: عطر فانيليا سي وفانيل فتاو. عطرين فانيليا أسعارهم فلكية. هل هم فعلا يستحقوا الأسعار دي ولا هم ضجة على الفاضي؟ خليك معايا لآخر الفيديو، ولو أول مرة تشوفني اعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس. السلام عليكم. أول عطر حبيت أكلمكم عنه هو عطر فانيلا اس إصدار 2023. عطر فانيلا اس بيتحط ضمن فئة العطور الورم سبايسي جورماند. عطر دافي ناعم وكريمي من غير ما يبقى خانق وتقيل. الإحساس العام للعطر قائم على الحلاوة الكريمية الدافية، مش سكرية زيادة عن اللزوم، يعني مش مليان كيماويات الإيثل مالتول اللي بتدي ريحة الغزل البنات، يعني ريحة سويتية مش مباشرة. عطر فانيليا اس مع إنه من فصيلة الفانيليا الجورماند، ولكن ليس من الفانيليا المنتشرة انتشار رهيب الأيام دي، اللي هي ريحتها بوزي مخمرة، اللي بتشمها من كل حدب وصوب. لا، هنا الفانيليا مختلفة. استخدموا نوعين من الفانيليا: الفانيليا أبسولو اللي هي المدغشقر فانيليا المعروفة اللي بنشمها في كل أغلب العطور الفانيليا وبيخرجوا منها الفانيلين، واستخدموا فانيليا معمولة اكسكلوسيف للعطر ده ودار توم فورد عامة في 2023 اسمها فانيلا تينكتشر انديا. والفانيليا تينكتشر انديا هي نوع من الفانيليا الخفيفة اللي هي أكتر إشراقا وتحسها مش تقيلة. وطبعا التركيبة برضو بتضم الفانيليا أبسولو، بس طبعا هنا بيلعبوا على تركيز معين. فلو طبعا حطوا الفانيليا أبسولو بتركيز أعلى هتدي الريحة اللي هي البوزي اللي احنا كلنا عارفينها ومتعودين عليها في عطور الفانيليا. ومع ذلك الفانيليا أبسولو على فكرة غالية جدا، فما بيستخدموهاش بتركيز عالي في أغلب العطور. وكمان القائمة المكونات بتضم خشب الصندل، زهرة الياسمين، وجذور السوسن، ونوتات حيوانية. تعالوا دلوقتي نرش عطر فانيلا اس من توم فورد. أول حاجة أنفك بيلتقطها إنك هتعرف على طول إن العطر ده معمول عشان يبقى قنبلة من الفانيليا، بس مع ذلك في الافتتاحية عندك ريحة كده هوائية خفيفة. النوعين من الفانيليا اللي حطوهم ب زي ما قُلت لكم بتدّي ريحة خفيفة وتحسّها كده ينفع تستخدم كمان في عطور الصيفية. يعني النوع ده من الفانيليا هيليق على العطور الصيفية لأنه خفيف جدًا، وبالإضافة إلى مرزبان في العطر ده. أنا عارف موقع Fragrantica وParfumo والناس اللي عملوا review للعطر ده كتبوا النوتة دي، بس حسب موقع توم فورد ما فيهوش ريحة الألموند أو المرزبان أو اللي هي اللوز في العطر ده إطلاقًا. فيمكن التوليفة اللي هي المعمولة من مكونات كتيرة هي اللي بتعمل الانطباع ده. فإحساس اللي هو اللوزي المكسراتي ده واضح جدًا مع لمحة حيوانية. وفي بعض الناس بتنتقد العطر ده نوتة اللوز بتفكّرهم بريحة مش ظريفة. أنا مش عايز أذكر الريحة دي، فهتشوف أغلب الريفيوهات الناس اللي ما بتحبش العطر ده بتقول عليه إن في ريحة، أدّيك hint، بتشبه الأمونيا. بس أنا على أنفي بتفكّرني بريحة almond أو نوتة اللوز اللي كانت موجودة في عطر Pegasus من Parfums de Marly، اللي هي
نوتة الalmond التقيلة اللي ليها طابع كده معدني. ف فأنا مُتفهِّم إن بعض الناس بيقولوا إن العطر فيه ريحة غريبة. بس هو مع ذلك العطر ده مش فانيلا تقليدية. أنا باحب العطور لمّا يكون فيها جرأة شوية، ولو إني في الفترة الأخيرة يعني مُعترض بشدة على أسعار دار توم فورد، بس مع ذلك العطر ده أنا حبيته جدًا وعجبني، وعلى فكرة ريحته هتبقى أحلى على الجسم أكتر من الورقة. فعندك في افتتاحية العطر أول ما تشمه هتحس بالعطر ليه طابع كده لاكتوني، يعني ريحة بتفكّرني بعطر السيميناليز من أورتو باريزي، في ريحة كده لاكتونية زي الحليب، تشبه الحليب أو حليب اللوز. فعندك نوتة الجذور السوسن، خشب الصندل أحيانًا باشمه بتبقى ريحة جافة، بس هنا الكريمي جدًا. ونوتة السوسن مع الصندل دي بتدعم العطر ده وبتدّيه كده ثبات أعلى. فأنا من وجهة نظري ده عطر فانيليا جميلة جدًا، فانيليا كده challenging مش فانيليا تقليدية. وده فعلًا عطر مظلوم من دار توم فورد، لأن عطر توباكو فاني بصراحة مغطي على كل عطور الفانيليا اللي موجودة في السوق. خاصةً في دار توم فورد. أنا شخصيًا باحبه جدًا، باشوفه عطر كده جريء وصريح ومش بيجامل. عطر فانيلا إس يصلح للجنسين، عطر مناسب للdate night والأمسيات الباردة، وكمان بيقعد على جسمي 6 إلى 7 ساعات، وفوحانه متوسط في أول ساعة محترم، بعد كده بيبقى skin scent. ودلوقتي ننتقل إلى العطر التاني اللي معانا اللي هو عطر فانيل فتاو. معايا الإزازة الجديدة إصدار 2024. أنا ما شميتش النسخة القديمة، فأنا ما أعرفش إيه الفرق بين النسختين. النسخة الجديدة توم فورد ما أعلنوش مين العطّار، ولكن نسخة 2017 كانت من توقيع يان فاسنير، ويان فاسنير عطّار لشركة جيفودان. وعطر فانيل فتاة من توم فورد حسب الموقع بتاعهم النوتات الرئيسية اللي موجودة فيه الزعفران والفرانجيباني. والفرانجيباني ده نوع من الأزهار الtropical الاستوائية، زهرة كده لونها أبيض وأحيانًا بتيجي لونها أصفر، ليها كده طابع حمضي بالإضافة إلى الريحة الزهرية. وعندك بقى الcoffee absolu أو القهوة، نوتات خشبية والمهوجني، الشعير والفانيليا. نوتة الزعفران السافرالين هنا متواجدة بوضوح في افتتاحية العطر ده. واللي شم عطر مارك أنطوان باروا جانيميد هيلاحظ إن في تشابه بسيط. دلوقتي هارُش عطر فانيل فتاو. فبما إن العطر ده اسمه فانيل فتاو، بس الفانيليا باحسّها مش البطلة في العطر ده، ولكنها العمود الفقري اللي بتربط النوتات التانية دي كلّها ببعض. عطر زي ده أسهل من العطر التاني اللي أنا قدّمته في أول الحلقة اللي هو عطر Vanilla S. العطر التاني ده صعب إلى حدٍ ما، إنّما ده عطر قمة الجمال. الزعفران مع ريحة كده تبلية يمكن قريّبة من الكزبرة، يمكن القرنفل، بس متهيأ لي الكزبرة أكتر. فمش عارف أجيبها بصراحة على دماغي. ريحة تبلية مع الزعفران، وبعدها باحس إن العطر كده بيتحرك بهدوء بين القهوة والشعير ولمسات زهرية مع إيحاءات تبغية. يعني النوتة التبغية هنا مش smoky أوي، فبس هي متواجدة. حاجة قمة الجمال. العطر ده على فكرة alternative لعطر كمان tobacco vanille. طبعًا عطر tobacco vanille من أشهر عطور توم فورد ومن أكتر العطور اتباعت أصلًا. فباحس إن العطر ده وعطر vanilla S اتظلموا عشان العطر ده مغطي عليهم، عشان عليه hype أعلى من العطرين دول بصراحة. بس ده ما أظنش إن أي حد هيشمه ومش هيُعجب بالريحة دي. فباحس عطر فانيل فتاة بيحافظ على اهتمامك في كل مرحلة من تطوّره،
وده دليل على مزج ذكي ومحسوب، يعني خطوة، خطوة، وفي لمسة حيوانية كده باحسّها مخفية وسط التركيبة، ودي هي اللي مخلّية عطر فاني فتال تحفة فنية في نظري. أنا باستخدم عطر فاني فتال طوال السنة، يعني لمّا أكون شايف نَفْسي وبابُص في المراية كتير وأروح الgym بقى وبتاع وأحس دراعي كده كِبِر 2 مليمتر، بارُش العطر ده وعايز تبقى فاهم، لو عايز تبقى شيك وأنيق ومثلًا date night برضه أو ساعات casual، فزي ما قُلت لكم هو بديل لعطر tobacco vanille، فينفع date night، ينفع الشغل، حاجة قمة الجمال، وأنا باستخدمه طوال السنة وبيقعد على جسمي 7 ساعات، وانتشاره برضه متوسط في أول ساعة محترم. لو بتحب الفانيليا الجريئة المباشرة، فانيلا إس هيكون اختيار صادم ومثير للاهتمام. ولو بتميل لتجربة الفانيليا الناضجة المعقدة، فاني فتال هيكون التجربة الأعمق. الاتنين مش عطور سهلة، بس الاتنين بيمثلوا فلسفة توم فورد الحقيقية، عطور مش معمولة ترضي الكل، عطور معمولة عشان تسيب أثر. وزي ما قلت لكم عطرين يصلح للجنسين، وأنصح بالتجربة قبل الشراء. هل جربتم العطرين دول؟ قولوا لي رأيكم فيهم، اكتبوا لي الكلام ده كله في التعليقات. ولو أول مرة تشوفوني اعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.